السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فريق النصر. سنعرض لكم مشاركتنا في الأسبوع العربي للبرمجة لعام 2025 في دورته الخامسة بعنوان حفظ الذكاء الاصطناعي على التراث العربي، حيث سنقوم بعرض مؤيدات مشروعنا في هذا الفيديو من برامج مستخدمة إلى الشكل النهائي للمشروع. نتمنى أن ننال إعجابكم. مشروعنا اسمه خوارزميات الفراعنة. هي الأكواد الخاصة بالصفحة. هنا هي أكواد ال CSS وال HTML والجافا سكريبت الخاصة بكل ما تتضمنه الصفحة. هذه هي أكواد ال CSS بداية من شريط التنقل وحتى الصور والفيديوهات. هذه أكواد الجافا سكريبت، وهذه أكواد ال HTML، أكواد شريط التنقل، أكواد الصور، أكواد المقالات وما إلى ذلك. وهذه هي الأكواد الخاصة بصفحة الروابط في موقع الويب الخاص بنا. هذه أكواد ال CSS، وهذه أكواد ال HTML الخاصة بكل روابط الصفحة. وهنا الأكواد الخاصة بصفحة الصور والفيديوهات. هذه أكواد ال CSS وأكواد ال HTML الخاصة بكل الصور. وفي النهاية أكواد صفحة تعليقاتكم. هذه أكواد ال CSS، هذه أكواد ال HTML الخاصة بترك تعليقكم على الصفحة. والآن أترك باقي الشرح لزميلتي فاطمة. قمنا بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملنا وتحسينه، حيث استخدمنا شات جي بي تي وكوبايلوت، كما استخدمنا الجوجل للحصول على الصور والمعلومات البصرية اللازمة. وقد ساعدتنا هذه الأدوات في رفع جودة المشروع. سأترك لكم باقي الشرح لزميلتي. قمنا بتطوير التطبيق باستخدام لغة فلاتر، مما أتاح لنا إنشاء واجهة تفاعلية سلسة تعمل على مختلف الأجهزة. وأضفنا خريطة تفاعلية تضم مدن التراث المصري، حيث يستطيع المستخدم الضغط على أي مدينة للحصول على المعلومات التاريخية والمزارات وأسعار زيارتها. وقد حرصنا على تنظيم البيانات بصورة واضحة ومتكاملة. قمنا أيضا بإعداد خط زمني يوضح مراحل تطور الحضارة المصرية من العصر الفرعوني حتى الزمن الحديث. صممنا أيضا متحفا افتراضي يتضمن صور لأبرز المواقع السياحية، كما أنشأنا لعبة تعليمية تتضمن 10 أسئلة لتعزيز المعرفة وزيادة التفاعل المستخدم مع المحتوى، وكان لهذا جزءا مهما في تعزيز قيمة التعليم للمشروع. قمنا بعمل نشاط حضوري وتفاعلي للطلاب، حيث قمنا أنا وزميلتي بشرح هذا المشروع، وكان هناك تفاعل وإقبال كبير من الطلاب. حيث قمنا أنا وزميلتي بشرح مبسط لمشروعنا الذي يتضمن صفحة الويب والتطبيق، وقد وجدنا تفاعلا كبيرا.